السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ازاي يا دكتور احمي اسناني من التسوس. بتحمي اسنانك من التسوس عن طريق انك انت بتغسل سنانك مرتين في اليوم، وبتحاول تستخدم غسول فم يكون غني بالفلورايد، وتحط حشوات وقائيه لو حسيت انك انت. الدكتور طبعا بيحددها الحته دي على اساس انك انت بتروح مفروض تزور الدكتور مره كل 6 شهور عشان تشوف لو في اي حاجه في مشكله تعالجها بدري، تمام، قبل ما التسوس يحصل وتبدا انك تدخل في مضاعفات تانية، وتبدا انك انت عايز تعمل حشوات وتعمل حاجات تانية. فتحاول انك انت تنتظم على الحاجات دي بقدر الامكان. وبالنسبه لاسنانك لو حسيت فيها جير او اي حاجه صبغات ما بتروحش بالغسل بالفرشه والمعجون، لازم تروح للدكتور، لان في جير ما بيتشالش بالفرشه. مش كل نظافه ممكن بتتنضف بالفرشه، في حاجات لازم بتراعى عند الدكتور سنان كنا قلنا قبل كده عشان بتتنضف بجهاز الالتراسونيك الموجود عندنا. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.